سيكبرون. في الصباح نخرج من البيت أنا وإخوتي إلى المدرسة، ونترك ويا للأسف وراءنا الفوضى تشمل كل شيء. الكراسي ليست في مكانها، المساند مبعثرة هنا وهناك، كتبنا وأقلامنا تحت المنضدة وبين الكراسي، ومع ذلك أمي لا تثور وأبي لا يغضب. نسمعها تقول هامسة: لا بأس، أولادي ما يزالون صغارا، سيكبرون، لكن عليهم منذ الآن التعود على النظام. في الظهيرة نعود إلى البيت فنجد كل شيء قد عاد إلى مكانه. تقول أختي سلمى: أمي، أسعد يسعل. تسرع أمي تتناول شرابا وتمد كفها تتحسس جبين أسعد، ثم تقول: ياه، هناك حرارة، سأضع لك كمادات، لا تنزعج، ستزول بسرعة. تناول هذا، خذ ملعقتين فقط وسيتوقف السعال. بعد الظهر تفاجئنا أمي بما صنعت كفاها من أطايب الطعام، تهتف بنا: هيا ذوقوا يا صغاري، ذوقوا. أمي ماهرة ماهرة في كل ما تقدمه لنا، ونحن نحب طعامها وحلواها. عند المساء تهتز أصابع أختي وهي تمسك بالقلم، إنها تتعثر في كتابة الواجبات المنزلية. يجلس أبي قربها يقول مبتسما: ليس هكذا، لا تضغطي على الورق، تتمزق الصفحة إذا ضغطت عليها. ثم يأخذ الكتاب، نتحلق حوله، نفتح دفاترنا، نعرض عليه ما كتبنا، وقبل أن ننام ننحني أمامهما، نقبل أيديهما ورأسيهما، وننطلق إلى النوم هانئين سعداء.